السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنتكلم باختصار كده عن اهم قرارات وزير التربيه والتعليم. طيب اهم 4 قرارات بالنسبه لي. اول قرار بيقول لك تغيير المسار سنه ثالثه بكالوريا. لو انت طالب في سنه ثانيه بكالوريا السنه دي وسنه ثالثه اللي جايه عايز تغير المسار بتاعك، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ قال لك ينفع بس بشرط اساسي. ايه الشرط؟ قال لك لازم تدرس الماده اللي كانت موجوده في سنه ثانيه في المسار اللي انت اخترته. فخلي بالك وانت بتختار المسار بتاعك لازم تكون متاكد ان المسار بتاعك ده انت اللي هتكمل فيه. ليه بقى؟ لان في سنه ثالثه عندنا مادتين. طب انا دلوقتي درست المواد اللي كانت موجوده عندي في سنه ثانيه 4 مواد وعايز اغير المسار بتاعي، فبالتالي بدل ما ادرس مادتين في سنه ثالثه بكالوريا هدرس 3. فركز في الاختيار بتاعك كويس جدا. خلاص كده؟ يبقى اذا اول حاجه مفيش اي مشاكل، انا هغير المسار بتاعي بس لازم ادرس ماده الايه؟ التخصص بالصف الثاني الايه؟ بكالوريا، الى جانب مادتي التخصص بالصف الثالث الايه؟ المسار الجديد. يعني اذا مجموع المواد في سنه ثالثه بكالوريا لو انت غيرت المسار بتاعك يبقوا 3 مواد. طيب رقم 2 باختصار طبعا قال لك ان لازم طالب سنه ثانيه بكالوريا وثالثه بكالوريا يحضر ما يقرب من 60% على الاقل، او 60% من الايه؟ الاداءات والتقييمات الايه؟ الاسبوعيه. يعني من الاخر كده بيربط الطالب بالحضور. ده بالنسبه للقرار الايه؟ الثاني، وده هيتطبق السنه دي. خلي بالك يعني انت عشان تخش الامتحان لازم تحضر ما يقرب من 60 ايه؟ من 60%. طيب بعد كده شروط دخول الامتحان للثانويه العامه. قال لك هنا برضو 60% من الايه؟ التقييمات والاداءات الهين الاسبوعيه والشهريه في كل ماده. حلو، بس ده هيتطبق امتى؟ ده هيتطبق من السنه الجديده مش السنه دي 2028 2007 وايه؟ 2027. يعني من الاخر طالب ثانويه عامه السنه دي هل هيحضر؟ لا، لكن طالب ثانويه عامه اللي هو اصلا دلوقتي في سنه ثانيه ثانوي السنه الجديده لازم يحضر ويحقق نسبه كام في الميه؟ 60% سواء من التقييمات او الايه؟ او الاداءات الاسبوعيه والشهريه. اخر حاجه مهمه جدا 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 جدا. حلو، قال لك نظام الامتحانات نهايه العام سواء كنت طالب في سنه ثانيه بكالوريا او ثالثه بكالوريا او ثانويه عامه، قال لك 50% اسئله اختياريه و50% اسئله ايه؟ مقاليه. يعني من اخر طالب ثانويه عامه او امتحان ثانويه عامه كان كل سنه بيجي ما يقرب ان كل الامتحان اصلا اسئله ايه؟ اسئله اختياريه، وعندنا 2 3 اسئله ايه؟ مقاليه. لا يا باشا، قال لك هنا نص الامتحان هيكون ايه؟ اختيار متعدد، وال50% التانيين هيكون اسئله ايه؟ اسئله مقاليه. فلازم تهتم بالمقالي. خلاص كده؟ لازم تهتم بالمقالي ولازم تذاكر كويس وتبدا السنه كويس جدا. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لاهم القرارات اللي كانت موجوده دلوقتي. هل في قرارات هتتغير؟ هل هنمشي عليها؟ الله اعلم. لو في اي تغيير باذن الله هبلغكم اول باول. لما كنت مشترك في القناه اشترك في القناة. ربنا يوفق الجميع. وقبل ما تقفل اوعى تنسى الصلاه على سيدنا محمد.